السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناة ابداعات فرح. النهارده جايين كده باكلة شعبية وحلوة جدا، ان شاء الله هتعجبكم. هنعملها بطريقة حلوة جدا وسهلة. هنعمل ان شاء الله البطاطس بالبيض. انا كده قشرت البطاطس وقطعتها كده حلقات. ومعايا القرنبيط ده مسلوق، انا كنت مفرزاه فمدياله نص سلقه وفرزته في الفريزر دي اكتر من 3 شهور. فبرضو ده خلاص مسلوق، مش هنحتاج غير نعمل له العجينه الحلوه اللي هنعمل بيها البطاطس بالبيض والقرنبيط. ومعانا كيس فول، هنعمل حبه فول بالصلصه حلوين جدا جدا، بنسميه نقول عليه فول بالتقليه. طبعا الحاجات دي محتاجه مننا شويه دلع كده للاكله الحلوه دي. معانا الفلفل الهنواتي الحراق، ومعانا الفلفل الرومي، ومعانا البقدونس والخيار والطماطم. اكيد الاكله دي محتاجه دلع كده، وهنعمل سلطه وهنخلل الطماطم وهنطلع المخلل اللي عندنا وهندلع الدنيا وهنعمل احلى اكله. هنبدا ونقول بسم الله، وهنعمل دلوقتي مع بعضنا العجينه بتاعه البطاطس بالبيض والقرنبيط. اول حاجه انا هنا معايا الثوم، ومعايا الكمون، ومعايا ملح بشطه. ويلا كده ونبدا ونقول بسم الله، وهنجهز الحاجات بتاعتنا ونعمل احلى عجينه للبطاطس والقرنبيط. حبايبي، هنبدا دلوقتي نعمل العجينه بتاعه البطاطس بالبيض. اول حاجه هنحط الحاجات الجافه. هنحط كده زي ربع معلقه من البيكنج صودا. تقولي عليها البيكنج، ممكن تبدليها بالبيكنج باودر زي ما تحبي. هنحط كده معلقه من الثوم كبيره. ناس بتحب الثوم. حبه كمون كده، طبعا الكمون مهم جدا. وهنضيف طبعا الملح والشطه بتاعتنا. هتظبطي الملح زي ما تحبي. هنبدا دلوقتي نضيف الميه. انا حطيت كوبايه ونص من الدقيق، هضربهم كويس جدا بالميه كده، وهنشوف الاضافات اللي باقيه. دلوقتي حبايبي زي ما شايفين الاضافات، حطيت حبه من الكزبره الخضراء، حطينا حبيتين من البيض، هحط نقطه واحده بس من الخل عشان خاطر زفاره البيض، مش اكتر من كده. هضرب الحاجات دي كلها كده مع بعض، يبقى احنا كده خلاص بقينا معانا الخلطه الجميله اللي هنعمل بيها القرنبيط والبطاطس بالبيض. هضربهم كده بالمضرب وهرجع لكم هنشوف هنعمل ايه الخطوات اللي جايه. بدأنا كده يا حبايبي بالتحمير بتاع البطاطس، وما شاء الله عليها البطاطس لونها حلو جدا في التحمير ما شاء الله. بقت هشه كده، الكبر بتاعها هش جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، مقرمشه من بره ومدببه من جوه، هش جدا، شكلها حلو جدا. وشايف كده بتقلي خلاص. هخلص البطاطس وعلى طول بعدها ان شاء الله هقلب القرنبيط بتاعنا. احلى بطاطس بنات حبايبي. كده خلاص احنا خلصنا البطاطس بالبيض زي ما حضراتكم شايفين كده، والله العظيم حكايه مقرمشه كده من بره وزي الزبده من جوه، طبعا لان البطاطس بتاعتي مسلوقه. حبيت كده احط جنبها شويه مخلل بيتي، عامله جزر وعامله فلفل. وده طبق السلطه الخطير زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجه شهيه تفتح النفس. اما القرنبيط بقى ما تقوليش عليه لحد، ما شاء الله عليه مستوي وزي العسل كده ومقرمش. وعامله كده حبه بطاطس مهروسه، حاطه لها يا دوب حبه توم بكمون، حبه كده قليله جدا من الخضره بتاعت البقدونس والكزبره الخضراء. الحاجه الجميله دي، الاكله الجميله دي محتاجه حاجه كده ترطب على قلبنا. هعمل دلوقتي على طول عصير برتقال. احلى عصير برتقال بيتعمل بالبرتقال البلدي، فطعمه حلو جدا جدا. ده كده الاكله بتاعتنا، اكله شعبيه جميله وزي العسل، وما خدتش وقت مننا خالص خالص خالص، وما شاء الله عليها حلنا عملناها كده وجميله. يا رب الفيديو بتاعي النهارده تكونوا استفدت منه. بالله عليكم اعملوا لي لايك عشان الفيديو بتاعي يرتفع. واذا اول مره تشوفوا قناه ابداعات فرح اشتركي، اعملوا لايك وشير واشتركوا القناه، واسيبكم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.